ازاي تقبض بدي بدل دي؟ الموضوع بسيط، نفس شغلك ونفس مجهودك بس هضيف عليه الانجليزي، وده اللي قررت اعمله. بس المشكله هبدا منين؟ جربت كورسات ودخلت دورات بس كله بلح، مفيش اي حاجه نفعت معايا، والموضوع بيجي محبط جدا لحد ما شفت فيديو للراجل ده بيتكلم عن طريقه جديده في تعلم الانجليزي وهي التشانكس. وبالمناسبه الراجل ده بيتكلم اكتر من 7 لغات، والفكره بسيطه جدا، تتعلم انجليزي زي ما اتعلمت العربي. يعني مش هتحفظ كلمات ومش هترهق نفسك في حفظ قواعد، كل اللي عليك تحفظ جمل جاهزه تستعملها فورا. واتصدمت لما عرفت ان 80% من كلامنا اليومي جاي من 5000 جمله بس، وده بالظبط اللي هتلاقيه في الكتاب الجميل ده، اهم 5000 جمله في الانجليزي. وعجبني ان الجمل اللي فيه متقسمه لمواقف حقيقيه بنمر بيها كل يوم، وكلها مسجله باكسنت امريكي، ومعاه كتيب الخطه اللي هيمشيك خطوه بخطوه لحد ما تخلصه من غير ما تتوه. ده غير 10 كتيبات تانية مهمه بتيجي معاه، وكتيب ذاكره ضد النسيان ده لازم تقراه. ولسه ما اتكلمناش عن الفيديوهات المسجله اللي بتيجي مع المجموعه، كل حاجه في الكتاب ده مدروسه مش تجميع جمل وخلاص. حرفيا هو عامل هاك للانجليزي. فلو انت عايز تقبض بده اطلب ده، وابدا رحلتك الصحيحه في تعلم الانجليزي.